يعني في العهد الملكي في قضيتين أمن دولة كبار، هذين تناولهم القضاء في العهد الملكي. القضية الأولى هي قضية البعثيين في 1962. حكوا لي أصدقاء من البعثيين الليبيين لوقتها أن كان الحزب يشتغل ووزع في مناشير وكذا وكان جزءا من تنظيم حزب البعث في العالم العربي، وأن صار خطأ ما فانتست شنطة في مقهى في طرابلس. الشنطة لقاها الشرطة، فتحوها لقوا فيها كتاب مفتوح، لقوا فيها الحزب بأعضائه باجتماعاته بكل شيء، يعني قبضوا عليهم. عادة أنا نشوف في الأحكام يعني ما مدى عنف العهد الملكي تجاه هؤلاء الناس اللي كانوا يكونوا في حزب. لقيت يعني الحكم على البعثيين كان كالآتي: إن هم يعني أحكام كانت طفيفة، ولكن التسبيب الحكم التهمة اللي قدموا بها هي تكوين والانضمام إلى تنظيم سياسي بدون ترخيص، ممارسة نشاط سياسي ممنوع بالقانون، توزيع منشورات سياسية، تحريض القوات المسلحة على الانقلاب. يعني المحكمة في العهد الملكي أدانت الأفعال، ولكنها لم تصف البعثيين بأنهم خونة ولا أنهم متآمرين. ما فيش، لا يوجد هذا لا في نص الحكم ولا في البيانات الحكومية. في محكمة القوميين العرب، واللي هم برضو أنا عرفت ناس منهم، ناس أفاضل، ناس مثقفين، بعضهم تدرب على السلاح في إنشاص في مصر، وبعضهم كان لديه سلاح لما قبضوا عليهم. لما قبض عليهم وقدموا للمحكمة كان القاضي الله يرحمه الهادي التريكي، والادعاء كان الأستاذ حسن بن يونس. يعني برضو الاتهام كان إنشاء وانضمام إلى تنظيم سياسي محظور، العمل ضد الدولة ونظامها القائم، تدريب بعض العناصر على السلاح وحيازة بعضهم للسلاح. يعني الاتهامات قانونية قائمة على أفعال تخالف القانون، يعني هنا عبارة عن أفعال تخالف القانون. إذن العهد الملكي لم يكن يتبنى قصة العنف. يعني احنا ما كانش يتبنى قصة العنف، وما كانش يعني خاش على القصة ان هذول اعدائي، هذول خونة، هذول كذا، هذول لا كلها كانت. وفعلا انا حكى لي استاذ حميد البكوش قال لي